تخيل تكون واقف بتعمل تقرير صحفي في مسرح جريمة بكل هدوء، وفجأة تلاقي مجرم هربان بيخبط بعربيته في عربيتك الجديدة اللي لسه شاريها وبيدمرها بالكامل قدام عينيك. وقبل ما كريس المراسل الصحفي يقدر يستوعب الكارثة اللي حصلت دي، بيظهر راجل غريب فجأة من العدم، ومن غير أي مقدمات أو كلام كتير الراجل ده بيرميله مفتاح عربية جاكور جديدة لانج بين إيديه، وبيقوله بكل بساطة إنه هياخد عربيته دي ويروح بيها. كريس بيكون مذهول ومصدوم من اللي بيحصل، وبيحس إن مستحيل يكون اللي بيحصل ده حقيقي، فبيسأل الراجل الغريب لو كان محتاج أي حاجة في المقابل للهدية دي، بس الراجل بيرد عليه ويقوله إن دي مجرد كرم بين اتنين غرباء عن بعض. والكلام ده بيخلي كريس يشك أكتر في الموضوع، وبيبدأ يفكر إن دي ممكن تكون نوع من أنواع النصب أو الاحتيال. وعشان يعرف الحقيقة بيروح يقابل السيد ثورسون تاني يوم الصبح. والمفاجأة هنا إن السيد ثورسون مش بس ما بيرجعش في كلامه، لا ده كمان بينقله ملكية العربية باسمه بشكل رسمي. الموقف الغريب ده بيخلي كريس متلخبط ومش فاهم أي حاجة، بس السيد ثورسون بيطلب منه طلب واحد بس، إنه يساعد 3 أشخاص غرباء عنه ويمرر الخير والحب ده لغيره. وبحكم شغل كريس كصحفي بيحس إن في قصة كبيرة قوي ورا الموضوع ده، وبعد إصرار كبير منه السيد ثورسون بيقرر أخيرا يكشف له السر. بيحكي له إن من فترة قريبة بنته جات لها أزمة ربو شديدة جدا، وأخدوها طوارئ على المستشفى، وفضلوا قاعدين فترة طويلة جدا في غرفة الكشف، ومفيش أي دكتور جه عشان يعالجها أو يساعدهم. وفي اللحظة دي بيظهر راجل كان هو نفسه مصاب بجروح خطيرة ومتجاهل تماما الدم اللي بينزف من دراعه، وبيجبر الدكاترة بالقوة إنهم يسيبوه ويعالجوا البنت الصغيرة الأول، وبيطلب منهم يوفروا لها أكسجين فورا عشان تقدر تتنفس. وبفضل الراجل ده بنت ثورسون بتاخد العلاج في الوقت المناسب وبتتكتب لها النجاة. ولما الشرطة بتيجي بعد كده وتاخد الراجل ده بيفضل يصرخ ويقول جملة واحدة بس: مرروا الخير لغيركم. ورغم ان ثورسون ما كانش فاهم معنى الجملة دي بالظبط، الا انه فضل فاكرها بكل امتنان وشكر. وعشان كده لما شاف عربية كريس متدمرة ما ترددش لحظة واحدة انه يتنازل عن عربيته الرياضية ويديها له. وبعد ما كريس بيسمع القصة دي كلها الفضول بيقتله عشان يعرف اكتر عن خطة نشر الخير دي، وبيقرر يتتبع خيوط القصة من البداية، وبيروح على السجن فورا. وهناك في غرفة الزيارة الباردة بيقابل السجين سيدني اللي بيحكي له قصة عن تمرير الحب والخير. وكريس ما كانش يتخيل أبدا إن أصل الفكرة اللي تبان غريبة دي هتوصله في النهاية لطالب في مدرسة إعدادية عايش على بعد آلاف الأميال. ونرجع بالزمن لشهور قبل الأحداث دي في مدرسة إعدادية في مدينة لاس فيغاس. مدرس دراسات اجتماعية جديد اسمه يوجين بيدي للطلاب بتوعه واجب غريب ومختلف، بيطلب منهم يفكروا في فكرة تقدر تغير العالم وبعدين ينفذوها بجد على أرض الواقع. وفي اللحظة دي الفصل كله بيتقلب لحالة من الفوضى والوشوشة، والطلاب بيبصوا لبعض وهم مش مصدقين اللي بيسمعوه، وبعضهم بيشوف ان الفكرة دي مجنونة والبعض التاني بيشوفها سخيفة وملهاش معنى. بس في طالب واحد اسمه تريفر بيفضل قاعد هادي وبيفكر بعمق، وبعد ثواني بيسأل المدرس سؤال مباشر عن اللي هو عمله عشان يغير العالم. ويوجين بيرد عليه بهدوء ويقول له انه بينام كويس وبياكل فطار مغذي وبيجي شغله في ميعاده، وبعدين بيرمي المسؤولية عليهم هم. إجابة المدرس دي بتخلي تريفر يسرح ويفكر فيها كتير، وهو راجع في طريقه للبيت بعد المدرسة بيبدأ يبص للعالم حواليه بجدية لأول مرة في حياته. بيشوف الأحياء الفقيرة والمتهالكة والشباب العاطلين اللي بيعملوا مشاكل في الشوارع، وبيشوف راجل متشرد بدان وبيرتعش في زاوية الشارع، وبيتأكد إن العالم فعلا في حالة فوضى ودمار. وهنا بتلمع في دماغه فكرة مجنونة وبريئة بس مليانة أمل في نفس الوقت. تريفر بيحسبها في دماغه وبيقول لو قدر يساعد 3 أشخاص غرباء وكل واحد فيهم ساعد 3 غيره وهكذا، فبعد 21 دور بس الخير ده هينتشر ويغطي العالم كله. ومن غير أي تردد تريفر بيحدد هدفه الأول، وهو شاب متشرد اسمه جيري عايش في الشارع بقاله سنين بعد ما دمر حياته بنفسه. تريفر بيقرر يساعده عشان يبدأ حياة جديدة ونظيفة، فبيديله كل مصروفه وبياخده معاه البيت عشان يستحمى ويغير هدومه، وفي النهاية بيخليه ينام في عربية نقل متكسرة مركونة ورا البيت. بس تريفر ما بيقولش لوالدته أرلين أي حاجة عن الموضوع ده خالص. وتاني يوم الصبح لما أرلين بتشوف راجل غريب في بيتها بتترعب وبتموت من الخوف، بس تريفر بيشرح لها إن ده جزء من واجب المدرسة بتاعه. الكلام ده بيخلي أرلين تفقد أعصابها وتغضب جدا، وبتروح المدرسة وهي متعصبة عشان تواجه المدرس يوجين. ويوجين بيحاول يفهمها إن الهدف من الواجب هو إنه يخلي الطلاب تفكر مش إنهم
يمشوا على المية ويصنعوا المعجزات وإنه واجب ممتاز جدا. بس أرلين بتهاجمه وبتقوله إزاي يطلب منهم واجب هو نفسه مش مقتنع إنهم يقدروا يعملوه، وبتسأله هو إزاي مدرس أصلا، وبيقول لها إنهم ساعات بيحاولوا يعملوا حاجات بسيطة زي إنهم يمسحوا شوية رسومات من على الحيطان قبل ما يزهقوا. فبترد وتقوله إن ده ابنها وهو ما يعرفوش، ولما يقوله إنه يقدر يعمل حاجة ابنها هيصدقه، ولما يفشل وما يقدرش ده هيدمره نفسيا. وبتهدده إنهم لازم يطردوه من المدرسة فورا، وبتصر إنه لازم يتحمل مسؤولية الفكرة الخطيرة دي اللي زرعها في دماغ ابنها. ويوجين بيحس بقلة الحيلة وبيقرر ينهي المحادثة المزعجة دي بالسكوت. وبعد كام ليلة أرلين بتصحى مفزوعة على صوت ضجة جاية من المخزن اللي ورا البيت، فبتمسك بندقية وبتخرج عشان تشوف فيه ايه، وبتتفاجئ ان جيري هو اللي هناك مرة تانية. بس هو ما كانش جاي يسرق او يعيش معاهم، هو كان جاي عشان يصلح العربية النقل القديمة بتاعتهم، وعشان تريفر ساعده كان عايز يردله الجميل ويعمل حاجة كويسة. بس لما أرلين بتلمح علامات حقن المخدرات على دراعه ما بتقدرش تطمن له او تثق فيه، وبتطلع غريزتها في محلها فعلا، لان بعد كام يوم تريفر بيروح يزور جيري وهو عنده امل انه يكون اتغير بجد. بيفضل يخبط على الباب فترة طويلة بس مفيش حد بيرد عليه، وجوه المكان كان جيري غرقان في هلاوس المخدرات بتاعته. تريفر بيمشي وهو حاسس بخيبة امل كبيرة، وهنا بتفشل اول محاولة ليه في نشر الخير. بس هو ما بيستسلمش وبيدور بسرعة على هدفه التاني، والهدف ده بيكون مدرسه يوجين نفسه. ورغم ان يوجين دايما بيشجع طلابه يغيروا العالم، الا انه هو شخصيا عايش حياة روتينية ومملة، شخص هادي ومنطوي ونادرا ما بيبني علاقة عميقة مع اي حد. تريفر بيحس بوحدة مدرسه وبيقرر انه يلاقي له شريك لحياته، والشخص اللي بيختاره للمهمة دي بتكون والدته هو. والد تريفر كان شخص مدمن كحول وعنيف ودايما بيضرب مراته ويهينها، ومن سنتين فاتوا أرلين سابه أخيرا وبدأت حياة جديدة مع ابنها، وبتشتغل شغلانتين، واحدة في كازينو والتانية في بار في وقت متأخر من الليل. العبء التقيل والجروح النفسية هدوا حيلها وكسروها، ومع مرور الوقت وقعت في نفس العادة السيئة اللي كانت بتكرهها، وبدأت تشرب عشان تهرب من وجعها. ورغم إنها وعدت تريفر مرات كتير إنها هتبطل، إلا إنها كانت بتفشل في كل مرة. عشان كده تريفر بيخبي كل الكحول اللي في البيت، وبعدين بيمثل إنه والدته، وبيكتب غواب للمدرس يوجين بيعزمه على العشاء في نهاية الأسبوع. يوجين ما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط، بس بيروح في الميعاد زي ما اتفقوا. ولما أرلين بتفتح الباب وتشوفه، الاتنين بيتجمدوا في مكانهم لثواني. هي بتفتكر إن المدرس جاي في زيارة منزلية بعد خناقتهم المرة اللي فاتت، وهو بيفتكر إن العزومة دي بغرض الاعتذار عن اللي حصل. بيقعدوا متوترين على الكنبة وبيحاولوا بالعافية يلاقوا أي كلام يقولوه، وفي اللحظة دي تريفر بيتسحب وبيخرج من البيت بهدوء، وبيروح ناحية سفرة الأكل ويولع الشموع اللي كان مجهزها من قبل كده. ونور الشموع الخافت بيعكس ملامح وشوشهم اللي بقت محرجة أكتر وأكتر. العشاء بيخلص بسرعة ومن غير كلام كتير في جو مليان صمت وعدم راحة. وبعد ما يوجين بيمشي، تريفر بيتعصب جدا ومش بيكون فاهم ليه والدته دايما بتبوظ كل حاجة، وبيسألها لو كانت لسه عندها أمل إن السكير ده يتغير ويرجع. وبسبب الموضوع ده بتحصل خناقة كبيرة جدا بين الأم وابنها. أرلين بتقوله إنها بتحبه وبتعمل كل اللي تقدر عليه، ولو ده مش كفاية هي ما تعرفش تعمل إيه. بس تريفر بيرد عليها ويقول لها إنه مش عايزها تحبه، وإنه بيكره شكلها، وبيطلب منها تبطل تطلع ريحة وحشة، وبيقول لها إنه بيكره طريقتها، وإنه بيكره إنها أمه. واللحظة واحدة الاتنين بيسكتوا من الصدمة. أرلين بتترعب وبتجري على المطبخ وهي بتدور بهستيريا على أي كحول تشربه، بس تريفر كان مخبي كل الأزايز. وفي النهاية بتطلع على الرخامة وبتلاقي إزازة واحدة كانت مخبياها في السر فوق النجفة. بتفتح الغطا وتشرب منها بجنون وكأنها بتتمسك بطوق نجاة. بس أول ما الكحول بينزل في زورها بتحس بغثيان شديد وعنيف بيقلب معدتها، وبتتألم وترجع كل اللي شربته. وفي اللحظة دي وهي بتبص للإزازة اللي في إيدها بتدرك أخيرا بوعي كامل إن الكحول عمره ما كان علاج، وإنه بس بيسحبها لضلمة أكبر وبيدمر كل حاجة باقية في حياتها. وفي وقت متأخر من نفس الليلة لما أرلين بتجمع شجاعتها عشان تعتذر لابنها، بتفتح باب أوضته وتلاقي الأوضة فاضية ومفيش حد فيها. الرعب بيسيطر عليها في ثانية، وبتتصل بأصحابها وهي منهارة وبتترجاهم يساعدوها، بس يا إما بيكونوا سكرانين ومش في وعيهم أو ما بيردوش أصلا. وفي عز قلة حيلتها الشخص الوحيد اللي بيجي في بالها هو يوجين. ولو القصة بدأت تشدك وتندمج معاها ما تنساش تشترك في القناة عشان تكمل معانا باقي الحكايات. وبالفعل بيلفوا بعربيتهم في شوارع
شوارع المدينة وبيدوروا عليه في كل مكان، وأخيرا بيوصلوا لمحطة الأتوبيس وبيلاقي تريفر باصص في الأرض وبيعد الفلوس الفكة اللي معاه عملة عملة وبيحاول يقرر هيروح فين بعد كده. وفي اللحظة دي في بلطجي بياخد باله منه وبيحاول يأذيه، ولحسن الحظ يوجين بيوصل في الوقت المناسب وبيسحب الراجل ده في ركن بعيد وبيديله علقة جامدة ودرس قاسي. ولما أرلين بتشوف ابنها في أمان بتحس بالذنب بيعصر قلبها وبتعترف إن عندها مشكلة وإنها لازم تبطل شرب وإنها ممكن تقدر تعمل كده لو بس هو حاول يساعدها شوية صغيرين. الكحول كان دايما هو مهربها من الواقع، بس دلوقتي إيد ابنها الدافية هي طوق النجاة الوحيد اللي عايزة تمسك فيه. المشهد المؤثر ده بيلمس قلب يوجين من جوه وبيبدأ يشوف الست دي بنظرة تانية خالص، وما بيقدرش يمنع نفسه من إنه يحس بعاطفة غريبة ناحية الأم العزباء القوية والضعيفة في نفس الوقت. وفي نهاية الأسبوع ده يوجين بيقف قدام المراية وبيختار هدومه بعناية شديدة، وبعدين بيروح المكان اللي أرلين بتشتغل فيه. كان ناوي يعزمها على العشاء بس من كتر توتره بيضطر يمثل إن دي مجرد صدفة. ولما أرلين بتسأله لو كان يعرف إنها بتشتغل هنا توتره بيفضحه وكلامه بيطلع متلخبط ومش مفهوم. بيقول لها لو كانت هتاكل في كل الأحوال أو لو كانت جعانة فممكن ناكل حاجة سوا لو هي حابة. ومع مرور الوقت وبعد كام مقابلة بينهم بتبدأ مشاعر رقيقة تكبر بينهم هما الاتنين. بس اللي كان بيجنن أرلين ويحيرها إن يوجين كان دايما بيحافظ على مسافة محسوبة بدقة بينه وبينها وعمره ما حاول يقرب منها جسديا بأي شكل. وفي ليلة من الليالي وهو بيوصلها للبيت أرلين بتجمع شجاعتها وبتسأله لو يحب يفضل معاها شوية، بس المفاجأة إن يوجين بيرفض دعوتها دي. قلبها بيقع في رجليها وبتفتكر إنه بيرفضها عشان ماضيها المليان بالمشاكل، وبتقوله إنها متفهمة وإنه عادي يقول إنه مش معجب بيها بالطريقة دي. فبيسألها لو دي فعلا أسبابه من وجهة نظرها، وبعدين بيمد إيده بحنية ويلمس وشها وبيبوسها بعمق شديد. ولما أرلين بتبدأ تحس إن كل حاجة أخيرا هتتظبط يوجين بيبعد عنها فجأة ومن غير ولا كلمة بيلف وشه ويمشي ويسيلها. أرلين بتقف مكانها متلخبطة ومكسورة الخاطر وبتحس إنها فقدت جاذبيتها وإن مفيش حد بقى بيشوفها حلوة. واللي بيعصبها أكتر إن يوجين بيختفي تماما في الكام يوم اللي بعدهم وبيقطع أي تواصل معاها. أرلين ما بتستحملش الحيرة والوجع وفي ليلة بتروح على شقته على طول، وكل المشاعر اللي كانت كتماها بتنفجر مرة واحدة وبتزعق وتسأله لو كان بيبصلها باحتقار عشان هي مش متعلمة أو لو كان بيقرف منها عشان هي مدمنة كحول. يوجين بيعرف إنه مش هيقدر يهرب من الحقيقة أكتر من كده، وبيقول لها إن ده كل اللي يعرفه في حياته، روتين بيعمله كل يوم وطول ما هو بيعمله بيفضل كويس وفي أمان، ولو الروتين ده اتغير بيحس إنه ضايع. فبتسأله لو هو ده كل اللي طالبه من الدنيا مجرد يوم روتيني ومتحكم فيه. توضيحه الغامض ده بيخلي الأمور تسوء أكتر، وأرلين بتضغط عليه أكتر عشان تاخد إجابة حقيقية واضحة. وفي لحظة انفعال بتقرب وتبوسه، بس للمرة التانية يوجين بيزقها ويبعدها عنه، وهنا قلب أرلين بيبرد تماما وبتمشي وهي مليانة بوجع وإهانة ملهمش وصف. وبكده محاولة تريفر التانية عشان يساعد حد بتفشل هي كمان، بس قلبه اللي عنده 14 سنة كان لسه مصدق بعند إن العالم لسه فيه شقوق ممكن تتصلح. وفي يوم في المدرسة بياخد باله إن في شلة بلطجية بيتنمروا على صاحبه آدم، ومن غير تفكير بيمسك صاحبه وبياخده ويبعده عنهم. بس وهم راجعين في طريقهم للبيت بعد المدرسة بيشوف نفس البلطجية تاني محاصرين آدم وبيضربوه بوحشية وعنف. دم تريفر بيغلي وبيكون عايز يتدخل عشان يدافع عنه، بس لما بيبص في عيونهم الشرسة وأجسامهم القوية شجاعته بتتبخر وبتتحول لرعب، وبيقف يتفرج بقلة حيلة وهم بيرموا صاحبه جوه صندوق الزبالة. تريفر بيحس بالذنب والوجع بياكلوه من جواه وبيكره ضعفه ده، وفي نفس الوقت بيدرك حقيقة قاسية ومؤلمة جدا إنه لو مش قادر يحمي صاحبه إزاي هيقدر ينفذ خطته عشان يمرر الخير للعالم. وفي اللحظة دي يوجين بيكون معدي بالصدفة وتريفر بيسأله لو العالم فعلا وحش قوي كده، ويوجين بيرد ويقول له لا، وبيقول له إنه مهما حصل هيديله درجة على الواجب بناء على مجهوده، وحتى لو خطة تمرير الخير فشلت فده مش مهم خالص. بس تريفر ما بيوافقوش الرأي وبيقول للمدرسه إنه ما يهتمش بالدرجات دي أصلا، هو بس كان عايز يشوف لو العالم المكسور ده ممكن يتغير بجد. كلماته دي بتضرب في قلب يوجين زي السهم، وقدام صدق تريفر البريء كل كلام يوجين المواسي عن الدرجات بيبان فاضي وملوش أي معنى، وبيدرك إن فكرة إنك تعمل اللي عليك دي مجرد حجة مهذبة بيستخدمها الكبار عشان يداروا بيها قلة حيلتهم. وفي الليلة دي يوجين بياخد قرار مهم، بيجمع شجاعته وبيخبط على باب أرلين، وقدام نظراتها المليانة بالمفاجأة بيعترف لها بأعظم
أعمق مخاوفه وأسراره الدفينة، وبيقلع قميصه وبيكشف لها عن جلده اللي محدش شافه قبل كده، وبيتضح إن الحاجة اللي كان خايف منها طول الوقت هي إن أرلين ترفضه. يوجين بيفضل مستني صرخة رعب أو نظرة قرف أو حتى شفقة زي اللي كان دايما بيتخيلها، بس أرلين ما بتعملش أي حاجة من دي خالص، واللي بيظهر في عينيها ما كانش خوف، ده كان وجع وتفهم وحنية ما تتوصفش بالكلام، وبتمد إيدها ببطء وبتلمس النداب والحروق اللي بتوثق كل العذاب اللي عاشه. وفي اللحظة دي يوجين بيفهم أخيرا إن الحب الحقيقي عمره ما بيخاف من الجروح والنداب، وإن الحاجة الوحيدة اللي بيخاف منها هي إن في قلبين يفضلوا مفصولين للأبد بباب مقفول وما بيتفتحش. وبعد ليلة مليانة بالمشاعر والحنية، يوجين بيقوم بهدوء وبيفتح الباب عشان يروح الحمام، بس أول ما بيحط رجله في الطرقة بيلاقي تريفر واقف قدامه، وتريفر بيقوله إنه دلوقتي لازم يمرر الخير هو كمان، وبيسأله لو كان بايت هنا. يوجين بيحاول يتهرب وبيقوله يروح ينام عشان الوقت لسه بدري ولازم يروح المدرسة، بس تريفر بيأكد له إن الوقت مش بدري وإن النهاردة الحد مفيش مدرسة أصلا، وبيطلب منه يوسع له الطريق، وبعدين بيطلب منه يخلي باله من والدته، وبيقوله هيديله جواب ويطلب منه ما يغيبش عنهم تاني. أرلين بتسمعهم وبتسأل تريفر لو كان بيحب يوجين، ومن اليوم ده بيحسوا وكأنهم بقوا عيلة واحدة بجد، وتريفر بيعيش دفء العيلة اللي كان محروم منه طول عمره، بس السعادة دي دايما هشة، وهدوءهم ده بيتدمر فجأة بسبب رجوع راجل من الماضي. ريكس والد تريفر بيرجع لهم من تاني، ويوجين بينسحب بهدوء عشان يسيب لهم مساحتهم الشخصية. وفي الليلة دي ريكس بيعترف لأرلين بكل صدق، وبيدعي إنه اتغير وإنه بطل شرب بقاله 6 شهور وعايز يرجع يعيش وسط عيلته. وهي بتسمح كلامه حصون أرلين بتبدأ تنهار، لأن جواها كانت لسه بتحلم بعيلة كاملة ومترابطة، وكانت مقتنعة إن الأب الحقيقي بس هو اللي هيقدر يدي ابنه الحب والرفقة اللي يستاهلهم. وبعد كام يوم أرلين بتروح تقابل يوجين مرة تانية، بس المرة دي عشان تعتذر له وتنهي علاقتهم، وبتقول له إن ريكس هو أبو تريفر الحقيقي وإنها لازم تديله فرصة تانية عشان خاطر ابنها. بس يوجين بيرفض يوافقها على الكلام ده، لأنه مؤمن إن العنف ده دايرة مقفولة، يا إما بيحصل مرة واحدة يا إما بيفضل يتكرر للأبد، وإن ريكس عمره ما هيتغير بجد. بس أرلين بتعاند وبتحاول تدافع عن ريكس بكل قوة، وهنا يوجين بيضطر يكشف لها الحقيقة عن ماضيه هو شخصيا. بيقول لها إنه عارف هو بيتكلم في إيه كويس، لأن أبوه كان بيركع على ركبه ويترجى أمه، وهي كانت دايما بتسامحه وترجع له تاني. والد يوجين كان راجل عنيف ومؤذي جدا، وعشان يوجين ما قدرش يستحمل العيشة دي هرب من البيت وهو عنده 13 سنة، ولما وصل لسن 16 سنة حس إنه بقى قوي كفاية عشان يرجع وينقذ أمه. بس الليلة اللي رجع فيها اتحولت لكابوس فضل يطارده بقية حياته. الحروق اللي مالية جسمه دي كانت بسبب عنف أبوه ضده، وعمره ما هيقدر ينسى نظرة الرضا المريضة في عيون أبوه وهو بيعمل فيه الجروح دي. يوجين كان بيستخدم كل جرح في جسمه كتحذير لأرلين عشان ما تكررش مأساة أمه من تاني، لأن نار العنف أول ما بتولع بتاكل كل حاجة في سكتها. ولما يوجين بيشوف عند أرلين وإصرارها بيحس ببرودة بتسري في قلبه، وبيعرف إنه مستحيل يقدر يغير اختيارات شخص تاني. بس بعد وقت قصير جدا الواقع بيدي أرلين درس قاسي ومؤلم جدا، وقناع التوبة اللي ريكس كان لابسه بيقع بسرعة قوي. وفي ليلة بيرجع البيت وهو سكران طينة وريحته كلها كحول، وبيبدأ يزعق لأرلين بعنف ويسألها لو كان يوجين هو اللي بيسخنهم عليه وبيخلي ابنه يعامله ببرود كده، وبعدين بيرفع قبضته وبيستعد عشان يضربها ويعلمها الأدب. وفي لحظة رعب أرلين بتجري وتستخبى جوه أوضة ابنها، والباب بيفضل يتهز بعنف تحت ضربات ريكس المتوحشة، وقلب أرلين بيتكسر حتة حتة وهي بتبص لابنها اللي قاعد على الأرض. كلام يوجين بينزل عليها زي جردل المية ساقعة فوق دماغها، وبتدرك أخيرا إنها صدقت كذبة شيطان وبعدت عن الشخص الوحيد اللي كان بجد عايز يحميهم. وقلب تريفر بيتكسر هو كمان، مش بس بسبب عنف أبوه، لا ده عشان يوجين سابهم ومشي. وبعد المدرسة تريفر بيفضل مستني لحد ما كل الطلاب يمشوا، وبعدين بيروح يكلم يوجين وبيتحايل عليه عشان يدي لوالدته فرصة تانية، بس يوجين بيقوله إنه هيلتزم بوعده وهيكمل في خطة نشر الخير. أما بالنسبة لعلاقته بأرلين فدي خلاص انتهت بجد، كل حاجة بترجع لنقطة الصفر،
لنفس المكان اللي بدأوا منه، وبيبان كأن خطة تمرير الخير دي محكوم عليها بالفشل من الأول. وتريفر بيحس بخيبة أمل وكسرة نفس ملهاش حدود، بس القدر دايما بيشتغل في صمت ومن غير ما نحس. وتريفر ما كانش يعرف إن بذرة الخير الصغيرة اللي زرعها كانت بدأت تكبر وتتنقل بهدوء من قلب للتاني. جيري الشاب المتشرد اللي تريفر ساعده في الأول يمكن ما قدرش ينتصر على صراعاته الداخلية، بس لقى طريقة تانية عشان يمرر بيها الحب والخير. وفي يوم الصبح وجيري بيستعد عشان يعدي كوبري، بيشوف فجأة ست بتتسلق السور وعايزة تنهي حياتها. قلبه بيتقبض من الصدمة، وفي اللحظة دي بالذات بيفتكر الإيد اللي تريفر مدها ليه عشان يساعده، ومن غير تفكير بيجري بأقصى سرعة عشان يمنع الست دي ويوقفها، وبيطلب منها تشرب معاه فنجان قهوة وتعمل له معروف وتنقذ حياته هو شخصيا. وبالفعل الست دي بيتم إنقاذها في النهاية. وفي اللحظة اللي جيري بيحاول ينقذ روح تانية، بيحس كأنه مسك حبل شده هو كمان من قلب الضياع، لأن الخير عمره ما بيختفي أبدا، هو بس بياخد طريق مختلف وبينقذ اللي بينقذ واللي بيتنقذ في نفس الوقت. وبعد ما بتسمع عن خطة تمرير الخير دي من جيري، بتبدأ هي كمان تنفذها في السر، والشخص اللي بتختار تساعده بتكون والدتها هي شخصيا. وبتكتشف إن والدة أرلين كانت هي كمان مدمنة كحول وبتشرب ليل نهار، ولما كانت شابة كانت مستهترة وما بتتحملش مسؤولية عيلتها أبدا. وبسبب كده الأم والبنت ما كانوش بيتكلموا بعض بقالهم سنين طويلة. بس دلوقتي بعد ما بقت بتربي طفل لوحدها، فهمت أخيرا قد إيه الأمومة صعبة ومليانة وجع، وبدأت تحس بمعاناة والدتها زمان وتعذرها، وعشان كده قررت تسامحها وتتخلص من غضبها وتتصالح معاها. وفي اللحظة دي جبل التلج اللي فضل بينهم أكتر من 20 سنة بيبدأ يدوب في دفء التفهم والندم. وأرلين بتعزم والدتها بكل حب إنها تيجي تزورها في البيت في أي وقت وتشوف حفيدها. والست العجوزة اللي شايلة هموم وندم السنين بتحس بتأثر شديد من مسامحة بنتها ليها، وبتقرر هي كمان إنها تكمل المسيرة وتمرر الحب والخير ده لغيرها. وفي ليلة وهي خارجة من سوبر ماركت بتشوف راجل بيجري وفي مجموعة من البلطجية بيطردوه وبيضربوه، ومن غير ما تفكر مرتين بتطلب من الراجل ده يركب عربيتها وبتهرب بيه لبر الأمان. الراجل ده بيكون سيدني، ومن هنا بيعرف عن خطة تمرير الخير. وفي النهاية سيدني بيستخدم طريقته الخاصة عشان يكسر قوانين المستشفى ويكمل عمل الخير، وهو إنه يجبر الدكاترة يعالجوا بنت السيد ثورسون. ودي بتكون الدايرة الكاملة اللي لفت ورجعت تاني. وبتتبع الخيوط دي كلها المراسل الصحفي كريس بيوصل من البلطجي سيدني للست العجوزة، وبعدين لأرلين، وأخيرا للمدرسة الإعدادية في لاس فيغاس. وعشان ينشر الرسالة دي على نطاق أوسع، كريس بيقرر يعمل لقاء صحفي مع تريفر. وقدام الكاميرا كريس بيسأله وبيقوله إن فكرة تمرير الخير بتاعته غيرت حياة ناس كتير، وأكيد هو حاسس بالفخر دلوقتي. بس المفاجأة إن تريفر بيهز رأسه بكسوف وتواضع شديد وبيقوله لأ، وبيقول إن ال3 أشخاص اللي حاول يساعدهم فشل في إنه يغيرهم. ورغم إن مشروعه بتاع الدراسات أخد درجة عالية، بس ده كان مجرد تقييم لمجهوده من المدرس. وهو مؤمن إن الشخص الوحيد اللي نجح بجد في الخطة دي هي والدته، لأنها قدرت ترجع علاقتها بوالدتها بعد أكتر من 20 سنة وتصالحوا وبقوا كويسين تاني. ودي حاجة هو ما كانش يتخيل أبدا إنها ممكن تحصل. وعشان كده لو فكرة تمرير الخير قدرت توصل للنجاح ده كله، فالفضل الأول والأخير يرجع لوالدته هي وبس. وفي نهاية اللقاء تريفر بيبص للكاميرا وبيوجه كلامه لمدرسه يوجين، وبيقول إن الناس ساعات بتخاف تغير حياتها فبيستسلموا، ولما بيعملوا كده كل الناس بتخسر. كلماته دي بتخلي يوجين يعيد حساباته ويفكر بعمق، وبيدرك إنه يمكن كان خايف بزيادة ومتردد إنه يمسك السعادة اللي كانت واقفة قدام عينيه. وبعد اللقاء ده بيحسم قراره إنه يروح لأرلين ويواجه مشاعره الحقيقية أخيرا، وبيقول إنه مش عايز يضيع ثانية واحدة في الهوا، وبيطلب منها ما تسيبوش محبوس جوه خوفه للأبد. بس وفي اللحظة اللي بيحضنوا فيها الكارثة بتحصل. بعد المدرسة تريفر بيشوف صاحبه آدم بيتعرض للتنمر والضرب تاني من نفس شلة العيال، بس المرة دي هو ما بيترددش ولا بيتراجع لورا، بيركب عجلته وبيهجم عليهم بكل قوته وبيوقع واحد من البلطجية دول على الأرض، وبتبدأ خناقة كبيرة بينهم وبين بعض. وفجأة واحد من البلطجية بيطلع مطوة من جيبه، هو كان عايز بس يخوفه بيها، بس في وسط الزحمة والزق بيحصل اللي محدش يتوقعه خالص. ومن مسافة مش بعيدة
كده يوجين بيجي يجري بأقصى سرعة عنده، بس الوقت كان خلاص اتأخر قوي، وفي طرقة المستشفى الباردة الوقت بيمر بقسوة ولا مبالاة شديدة. ولما باب أوضة العمليات بيفتح أخيرا، الدكتور بيقلع الكمام بتاعته، بس وشه بيكون مليان إرهاق وحزن تقيل جدا. وتريفر للأسف بيفارق الحياة في النهاية، وحياته القصيرة والمبهرة بتقف عند سن 11 سنة بس. أرلين كانت دايما بتنام متكورة على الكنبة في الصالة، ويوجين بيكون قاعد جنبها في صمت تام، وعزاهم الوحيد كان إنهم يشغلوا تسجيل اللقاء بتاع تريفر ويتفرجوا عليه مرة ورا التانية. وعلى الشاشة وشه البريء كان مليان بابتسامة مكسوفة بس قوية، وصوته الصافي كان بيرن بهدوء في الأوضة الساكتة، وكانوا بيحسوا إن في أي لحظة ممكن يدخل عليهم ويجري زي زمان. واليوم ده كان بيوافق يوم عيد ميلاد تريفر، ومن غير ما يحسوا الاتنين بيروحوا في النوم على الكنبة. وهو نص نايم يوجين بيصحى فجأة على صوت دوشة جاية من بره الشباك، وهو مش فاهم حاجة بيمشي ناحية الشباك عشان يشوف فيه ايه، بس المنظر اللي بيشوفه بيخليه يتجمد من الصدمة. الجنينة اللي بره كانت مليانة على آخرها بالناس اللي اتجمعوا عشان يكرموا تريفر، ناس ماسكة ورد وناس تانية مولعة شموع وواقفين في صمت تام، مفيش أي هتافات ولا خطب، مجرد وشوش هادية واقفة في النور الدافي وبتقدم أعمق درجات الاحترام للولد اللي ولع أول شعلة خير. وفي الليل الطويل اللي ملوش نهاية، طابور من كشافات العربيات كان لسه مستمر وبيتحرك ناحيتهم، وسما لاس فيجاس بالليل كانت بتنور بضوء الشموع، واللي كان بينور مش مجرد الشوارع، ده الزوايا المختفية في قلوب البشر اللي التراب غطاها لسنين طويلة. ولما نبص ورا على رحلة الخير دي، الولد اللي كان عنده 11 سنة وحاول يحل معادلة تقدر تغير العالم، قدر يساعد جاري إنه يكتشف شجاعته من تاني ويمد إيده لست غريبة على الكوبري، وساعد والدته أرلين إنها تكسر الحيطة اللي بنتها بينها وبين والدتها لمدة 20 سنة، وساعد مدرسه يوجين إنه يفتح باب قلبه اللي فضل مقفول نص عمره، وساعد مراسل صحفي اسمه كريس إنه يكتشف حاجة أغلى بكتير من عربية فخمة. العالم ده عامل زي بلطو قديم وكله رقع، في ناس بتختار إنها تستخبى جوه الأخرام دي وتشتم في البرد وتندب حظها وظلم الدنيا ليها، بس في ناس تانية بهدوء تام بتمسك إبرة وفتلة وبتبدأ تخيط كل قطعة مش باين وترجعه سليم. ترافر علمنا حقيقة بسيطة جدا بس عميقة قوي، الصريخ العالي يمكن ما يكونش كفاية عشان يهز الضلمة اللي مدت جذورها في الأرض، بس مجرد شمعة واحدة بترفرف في الهواء الساقع وبترفض تنطفي لسه قادرة إنها تطرد الضلمة دي بعيد. وهو أثبت لكل الناس إن مفتاح كسر اللامبالاة والبرود موجود بين إيدينا المفتوحة. والنهاردة مؤسسة تمرير الخير بقت موجودة في كل مكان في العالم، وبتلهم عدد لا نهائي من الناس إنهم يغيروا العالم بتصرفات خير بسيطة، والطريق اللي هو ما قدرش يكمله اترصف بملايين الخطوات من بعده، والواجب اللي ما قدرش يخلصه العالم كله بيجاوب عليه دلوقتي. أوسع حاجة في الدنيا دي هي المحيط، واللي أوسع من المحيط هو السماء، بس اللي أوسع من السماء هو قلب الإنسان. وبحياته القصيرة بس اللي كلها نور، ترافر قدر يقيس حدود الوسع العظيم ده. يمكن كلنا كنا فاكرين إن فكرة الولد ده مجرد مدينة فاضلة ومثالية بزيادة وبريئة قوي، لأن في الزمن ده اللي مهووس بالسرعة والمكاسب، الخير دايما بيتسخر عليه وبيعتبره سذاجة، والكرم بيتوزن كأنه صفقة وتجارة. ومع كده لما بنشتكي من إزاي العالم بقى قاسي وبارد، هل سألنا نفسنا في يوم لو عندنا الشجاعة نكون أول عود كبريت يولع ويدفي؟ يمكن ما نقدرش حتى نغير قدرنا ومصيرنا إحنا، بس في أوقات كتير تصرف خير صغير ومحدش حاسس بيه بيفضل قادر إنه ينور حياة شخص تاني. العالم ده فيه النور وفيه الضلمة، بس الجميل في الموضوع إن إحنا أحرار نختار هنمشي في أنهي طريق. تفتكر لو كنت مكان ترافر في اللحظة الأخيرة كان هيكون عندك نفس الشجاعة إنك تتدخل وتغير العالم؟ سيب رأيك في التعليقات، وطالما وصلت لهنا يبقى لازم تعمل لايك وتشترك في القناة. أشوفكم في ملخص جديد، سلام.